التسويق بالنادي الاهلي. باشمهندس عدلي مساء الخير. مساء النور يا كابتن شباب. الحمد لله على السلامه، وحاولنا نكلمك نقول لك الحمد لله على سلامتك بس ما عرفناش بقى. ربنا يسلمك يا حبيبي. كنت قافل تليفوناتك، شكلك كان جاي لك تليفونات كتيره جدا. والله لا انقطع التليفون. ازعجوك كتير جدا، معلش بس انت عشان الناس بتحبك فحبه تطمن عليك. ربنا يخليهم لينا كلهم. الحمد لله على السلامه يا كابتن. كابتن عدلي، ليك تصريح لسه قريب دلوقتي بيقول رغبه حسام غالي ومحمد شوقي هي اللي هتحسم صفقه انضمامهم للنادي الاهلي من عدمه. انت فعلا قلت هذا الكلام؟ ما معناه؟ نعم. يعني انا دائم اسال على شوقي نعم. الكابتن محمد شوقي والكابتن حسام غالي. نعم. وانا كنت لسه حتى بتكلم مع الكابتن حسام غالي. نعم. وبقول لهم يا جماعه انا ليا مقوله ارجو ان انا باستمرار اكررها والناس تفهمها. نعم. دول ابناء النادي الاهلي بياخدوا تجربه احترافيه، وقت ما يرجعوا مصر مفتاح البيت معاهم يفتحوا ما يستأذنوش، بيتهم وحضننا موجود. وقلت الكلام ده لحسام، قلت له قرار عندك، انت قررت ترجع، اذا رجعت احنا موجودين. نفس الشيء كابتن محمد شوقي. نعم. بس هم لم يتخذوا القرار النهائي في يعني انهاء تجربه الاحتراف الخارجي، وهذا حقهم طبعا. لكن ما فيش اي مشكله في عوده اي منهما لو شاء في اي لحظه. وهم طبعا على راس المطلوبين في النادي الاهلي انهم نجوم كبار طبعا. دول نجوم منتخب مصر، يعني هنتكلم في ايه؟ تمام. طب كابتن عدلي، بعد تصريحات حسني عبد ربه الاخيره ان هو لن يلعب في مصر غير الاسماعيلي والكلام ده، هل خلاص يعني صرفتوا النظر؟ احنا باستمرار بنقول برضه الاسماعيلي اولى بحسني. نعم. ولكن لو ان حسني متاح انه يعني يباع عقده، احنا حاضرين وموجودين، لان حسني يضيف الى اي فريق. طبعا لاعب كبير. حسني عبد ربه لاعب مهم يضيف الى اي فريق، والا ما كناش سعينا من الاول ان احنا نجيبه. هو اللاعب مميز جدا، ولكن اذا راى الاسماعيلي ان يحتفظ به وهذا حقه ده بيته، لازم نضرب تعظيم سلام ونحترم هذه الرغبه. نعم. واذا كان هو بيرغب ان هو ينتقل لاي نادي فانتوا يعني اتكلمتوا على اعتبار يبقى موجود معاكم في حاله هذه الرغبه. تمام. طب كابتن عدلي، موضوع وليد سليمان، يعني في بعض وسائل الاعلام الفتره الاخيره اكدت ان وليد سليمان اقترب جدا من النادي الاهلي، لكن احنا فوجئنا بتصريح على لسان رئيس نادي بتروجيت النهارده او منذ قليل اللي بيؤكد ان هذا الكلام غير صحيح، وان وليد سليمان سيستمر مع بتروجيت لانه مرتبط بعقد رسمي. ارجع اقول لحضرتك ان احنا رغبتنا المتكرره والمتجدده ضم اللاعب، واللاعب يرغب في الانضمام الى النادي الاهلي. وقيل ان هناك وعود له بان يحققوا له هذه الرغبه، ولكن احنا ما نقدرش نرغي النادي انه يتخذ القرار اللي هو مش عايزه. نعم. يعني ما فيش جدال ان اللاعب مرتبط مع نادي بتروجيت بعقد، وبتروجيت ادرى باداره شؤونه. نعم. اذا راوا ان يحققوا له هذه الرغبه، احنا موجودين وجاهزين ان احنا نشوف طلباتهم ايه، وجاهزين للتعاون. نعم. ماديا وفنيا وفي كل الاصعده. يا سلام بقى لما اتمنى كابتن عادل لما تلاقي الرغبه دي مثلا عند حسام غالي وعند شوقي وعند حسني وعند وليد سليمان، تبقى يعني يبقى شيء عبقري جدا للنادي الاهلي. يبقى في ايه؟ يبقى شيء عبقري جدا للنادي الاهلي طبعا اذا الرغبه دي. احنا بنحلم، من حقنا نطمح بلا سقف. لا طبعا طبعا. ولكن اذا حصل اي واحد من دول اضافه طبعا يحدث فارق. طبعا كابتن عادلي، وانا الحقيقه احنا بنتكلم تاني ان احنا عايزين بطوله العالم للانديه وعايزين طموحات اكبر من اللي احنا فيه. بس ده اللي انا كنت عايز اقول له يا كابتن عادلي، ان انا بيعجبني دايما ان طموحات النادي الاهلي من خلالك طبعا لا تتوقف، ودائما تبحثون عن النجوم اللي هم كمان يضيفوا للفريق سواء بنجوميته او بمستواه الفني او البدني العالي. وعايز اقول حاجه يا كابتن محمد. ما فيش جدال ان النجم المميز صاحب الموهبه الخاصه عندما ياتي الى الاهلي يضيف الى الاهلي الكثير، ولكن ايضا بالتاكيد ان الاهلي يضيف اليه الكثير جدا. الاهلي يضيف لاي حد يا كابتن، توهجه وانه يصبح لاعب يعني صاحب بصمه عميقه في الكره المصريه. طبعا الاهلي يا كابتن عادلي كثيره. فمصلحه الكره المصريه ان بعد فتره يحصل تبادل في الخبرات وتبادل في اللاعبين وتبادل علشان هو ده اللي بيعمل الحيويه. انا مش عايز اكسب لوحدي وما بقولش ما حدش يجي ناحيتي ما ياخدش مني حاجه وانا عايزه بس، لا، انا مستعد اتعاون مع كل الانديه تشوف اللعيب اللي تستطيع ان تتفق معه في النادي الاهلي ونستطيع ان احنا نعوضه من خلال عمليات
تعاونيه هذا في صالح الجميع. يعني انا مبدئي وين وين، ما تكسبش لوحدك، تمام. تكسب الاخر معاك. تمام حتى لو كان من نجوم النادي الاهلي. ما هم خلينا واقعيين. يعني انت مين نجوم؟ يعني هتيجي تقول لي مثلا لا ابو تريكه ولا بركات ولا كابتن احمد فتحي ولا، يعني انا بقول بدون القاب بقى ولا لا اقصد انت ممكن تعمل مبادله بلعيب نجم برضه بلعيب اخر. هو العبره بايه يا كابتن محمد؟ هل اللاعب النجم اللي عندي هيوافق ولا لا؟ هيوافق ولا طبعا. لكن حضرتك عايز تاكد ان في رغبه في التعاون بشكل عام. انا بتكلم في ايه؟ انا عندي نجوم تانيين هايلين جدا ويضيفوا. تمام. وبعضهم بيفكر يخوض تجربه في مكان اخر ولو لفتره ثم يعود. تمام. يعني على ذكر النجوم يا كابتن عدلي، تردد ان مستر مانويل جوزيه بعد ان تولى تدريب اتحاد جده السعودي بيرغب في التعاقد مع بعض من نجوم النادي الاهلي على راسهم احمد حسن ومحمد بركات وحتى ابو تريكه، بس ما اعتقدش ابو تريكه ممكن يبقى موجود. انت يعني ما يقدرش مستر مانويل جوزيه يفكر بهذا التفكير. يعني هو لو ركز هيركز على لعيب، لكن لما يجي يقول النادي الاهلي انا عايز الثلاث لعيبه دول، تفتكر هنقول له ايه؟ هذا غير ولا يمكن. يعني هتقول له يا كابتن عادل لو انت كنت موجود وحد جه قال لك انا عايزهم كنت عملت ايه؟ لا يعني لو كان جوزيه موجود لسه وحد قال له الثلاث مستر مانويل جوزيه هو كمان مش هيروح يجيب 3 لعيبه اجانب النادي الاهلي. ما هو برضه عايز، عنده البرازيل وعنده كولومبيا وعنده طبعا يعني اذا خد حد من مصر قد يتجه الى لعيب النادي الاهلي، مش عايز امناقش على اعتبار انه عارفهم كويس جدا. لكن هياخد 3 لعيبه بهذا الثقل. طب هل فتحت قنوات اتصال في هذا الشأن؟ لا حتى الان كله لسه كلام صحف. لا لم يحدث. طب متى ينهي الاهلي رسميا صفقه؟ ولم يحدث حتى بخطابات ولا باتصالات ولا باي شيء. طب كابتن عدلي، متى ينهي الاهلي رسميا صفقه الحارس محمود ابو السعود؟ عندما يقرر النادي المنصوره انه قد وافق. يعني ايوه في الاخر هو اللعيب بتاع مين؟ بتاع المنصوره برضه نفس الشيء. لكن حتى الان انتم متمسكين بالتعاقد مع محمود ابو السعود. احنا طبعا احنا طلبناه، وانا قعدت مع ابراهيم بيه اكتر من مره والراجل قايل انه عايز بتفكير واقعي جدا، عايز يحقق له رغبته انه ينتقل الى افاق اخرى، وفي نفس الوقت يجي له قرشين يقدر يعني يدعم بيهم الفريق. يعني في الموسم الجديد طبعا انه بيعرف يجيب مواهب من الانديه المحيطه به. لكن احنا طبعا لم نستقر على الرقم المناسب حتى الان. لكن اخر رقم وصلتوا اليه كام يا كابتن عادل؟ لا معلش سيبها دي شويه. قالوا 5 مليون او 6 مليون. معلش لا مش كده، لا اقل ولا اكتر؟ ما نقدرش ندفع المبالغ دي يا كابتن محمد. ايه؟ ما نقدرش ندفع المبالغ دي لا. 5-6 مليون. السنه اللي فاتت شريف عبد الفضيل وصل 7-8. معلش بس هتقولوا لي شريف عبد الفضيل. لا مش بنقول، لا الاسعار بقت كده يا كابتن. لا يا كابتن. طب ما الزمالك تعاقد مع عمرو زكي في السنه ب4 مليون وميدو 7 مليون. ما هو ده وده بص، يعني في ارقام بقت عاليه جدا في مصر يا استاذ محمد. قد تسالني عن بعض مشاكل الكره المصريه اقول لك هذه العقود. الارقام العاليه دي لان ارقام مش منطقيه. يعني انت ما تقدرش تدفع الا في قدراتك. لو دفعت اكتر من قدراتك هتورط نفسك، والنادي هيتورط طبعا. بعد كده ازاي؟ وتيجي وقت الالتزامات بالمستحقات الماليه تحصل مشكله وازمات. كمان مش معقول اللعيب يبقى ثمنه في مصر اغلى من ثمنه بره. بالظبط. ما عشان كده كلهم رجعوا. يعني ما هو لا هم رجعوا والله بعضهم كاد ان ينجح. يعني هي بعض التصرفات بسيطه جدا. يعني حسام غالي مشكلته انه رمى فانيلا. مظبوط. كان مكسر الدنيا. عمرو زكي مشكلته انه اتاخر مرتين 3 وهو راجع مثلا. عمرو زكي اتاخر حاجات بسيطه لو ملهاش علاقه بالمستوى الفني مثلا تقصد. يعرفوا قيمتها ينجحوا جدا لان الموهبه لا تنقص. نعم. كابتن عادل قيعي، انا بشكر حضرتك جدا. انا باقي لي يعني المكالمه طولت بس كنا محتاجين منك. بنشكرك طبعا على كل التوضيحات اللي انت قلتها لنا. لكن انت ايه رايك في الموقف اللي حصل في مباراه القمه من الجمهور واليوفط اللي اتحطت والكلام ده الموضوع مودينا لفين؟ يعني احنا رايحين فين في القصه دي؟ بص يا كابتن محمد، انا قلت هذا الكلام، قلته في الاذاعه، قلته في قناه الاهلي، وهقوله لحضرتك، وهقوله كل نص ساعه لو طلب مني. هذا مرفوض مرفوض مرفوض. الاساءه الى الانديه والكيانات، الاساءه الى الرموز. ذنبهم ايه الرموز اللي في الانديه؟ النادي ما يصحش عشان الجمهور عايز يغيظ بعضه ويضايق بعضه. هذا مرفوض وضد كل القيم وضد كل المصالح. هل استفاد جمهور